كارثة بمعنى الكلمة، كارثة حقيقي بمعنى الكلمة. في كفر سنباط الغربية. ايه اللي حصل في كفر سنباط الغربية؟ اللي حصل في كفر سنباط الغربية ان في 2 اشقاء توفوا. طيب هل الكارثة ان هم توفوا؟ لا، الكارثة في كمان سبب وفاتهم، الله يرحمهم. اللي حصل ان اخ من الاخين او شقيق من الاشقاء كان ماشي بالتوك توك بتاعه، هو بيشتغل على توك توك، ماشي بالتوك توك بتاعه، بص لقى مجموعة شكاير محطوطة على الطريق، فحب ان هو ياخد شكارة او ياخد يعني كام شكارة من الموجودين، عشان عنده في الزريبة بتاعته في يعني شكوك في الحيطان. فقال بقى ياخد الاسمنت ادام مرمي، فكروا اسمنت ادام مرمي اخده ان انا اسد الشقوق بتاعه الحظيره بتاعته او المكان اللي فيه المواشي. خد الحاجه ديت، الماده اللي هو لقاها دي اللي فكرها هو اسمنت، وخدها وراح على المكان اللي هو هيسد فيه الشقوق، ولسه بيحط الميه بص لقى المواشي اللي حواليه كلهم اغمى عليهم ووقعوا ماتوا، وهو برضو في نفس الوقت وقع عليه الجاموسه واغمى عليه توفى. مراته قامت صوتت لما شافت المنظر ده، صوتت وهي بتصوت برضو اغمى عليها، وقع عليها برضو الجاموسه، بس هي وقعت راس الجاموسه اللي وقعت عليها. طب بعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اخوه طلع جري عليه يشوف اخوه واقع قدامه، يشوف ايه السويد ده، وهو بيجري وبيشوف السويد ده وبيحاول ينقذ اخوه. للاسف ما لحقش ينقذ اخوه ووقع توفى هو كمان. من الصوات بدأوا من الناس اللي هم بيجوا جم، والحريم بتوع البيت جم، والجيران بدأوا من اللي هم يجوا عشان يشوفوا سبب السويد ده. وللأسف برضك حصل إغماء لمجموعة من الجيران وناس برضك متواجدين من أهل البيت. فطلع أخ من إخواته في أحد برامج وحاول يسأله يا ترى ايه اللي جرى. قالوا اللي حصل ان اخويا شغال سواق توك توك، وحصل 1 2 3، واخويا برضو التاني المتوفي سواق توك توك، الاتنين سواقين توك توك، يعني بيطلعوا كده على رزقهم ويشوفوا حياتهم وماشيين حياتهم. واللي حصل كمان ان اللي اتصاب منهم 11، ال11 منهم 6 اهل البيت، 7 اهل البيت، الاثنين اللي توفوا ومرات واثنين وثلاثه من جوازات اخواته وبنت احد المتوفيين، بس هي لسه في المستشفى وما طلعتش من المستشفى. والباقيين كلهم من الجيران دخلوا العنايه المركزه وطلعوا من العناية المركزة الحمد لله اللي هم الجيران، لكن بقية العيلة لسه تعبانين، والبنت أكتر هي اللي تعبانة أكتر. يبقى هنا زوجتين المتوفيين وزوجة أحد من الإخوات في المستشفى. فالموضوع ده كان موضوع، هل هو موضوع إهمال؟ هل هو موضوع استهتار ولا إيه بالظبط؟ هي المخلفات اللي بتخرج من المصانع الكيماوي ديت سهل جدا ان هي تترمى كده في اي حته ولا ايه؟ مش بيبقى ليها مكان تتعدم فيه ولا ايه الموضوع يعني؟ وبعدين المنظر وهم بيقولوا منظر الماشيه بتاعتهم وهي ميته، وكان الله في عونهم في اخواتهم كمان اللي هم توفوا، وردمه المكان والريحه اللي طلعت وخنقت الناس. فالناس بتسأل، في ناس قالوا ان في سواق جاب الحاجات دي ورماها، ادوله 2000 جنيه قالوا له ارمي الحاجات ديت، فرماها في المكان ده وهو بقى عدى زي ما انتم عارفين وخدها. فهم بيسألوا يعني دلوقتي هل يوجد في زفتة محافظة زفتة اي مصانع كيماوية؟ اخوهم قال لا، على ما اعتقد ان في 100 غمر هي اللي بيوجد فيها مصانع كيماويه. هل المصنع الكيماوي اللي في 100 غمر هو حقيقي اللي جاب الكيماويات ديت ورماها في المكان ده؟
السواق هو اللي رماها. محدش لسه فاهم ولا عارف ايه اللي حصل او ايه التحقيقات اللي حصلت. حتى اخو المتوفيين طلع واتكلم وقال لا محدش شال معانا الحاجات، احنا اللي اشتلنا واحنا اللي اشتلنا المصابين ووديناهم وجم وكده. فهل التقصير ده من ايه؟ يعني فين الرقابة على الناس اللي بتطلع اللي هي الفضلات الكيماوية بتاعتهم من مصانعهم؟ ازاي ما نبقاش في رقابة على عدم الحاجات ديت؟ ازاي يعني تعدموها؟ ازاي يعني تعدموها كده قدام في اي حتة تدوها للسواق تقول له خد الفلوس وروح ارميها في اي حتة كده يعني؟ اهو حصل كارثة، وكارثة مش سهلة. اسرة تدمرت، اسرتين يعني الاخين توفوا وليهم اولاد وليهم زوجة وليهم حياتهم طبعا اتدمرت. والله يرحمهم ويغفر لهم. ويعني اتمنى ان يبقى في حزم شوية في موضوع اللي هي المخلفات، سواء المخلفات اللي بتترمى في البحر او سواء اللي بتترمى في اي مكان كده من غير ما يبقى في رقابة عليها. حبايب قلبي، الفيديو بتاعي خلاص دلوقتي خلص، واتمنى يا رب ان يكون الفيديو بتاعي خفيف على قلبكم، واتمنى يا رب ان الحادث ده ما يتكررش، ويكون في رقابة اكتر على مخلفات المصانع الكيماوية. في رعاية الله، مع السلامة.